طيب ده هينقلنا بقى على سؤال مهم جدا. اتفضل. ازاي انا كمريض رايح لدكتور اسنان اقيم عيادة الاسنان دي من حيث النظافة والتعقيم؟ طبعًا عيادات الأسنان أصلًا في الاعتماد الأول علشان يبقى عندك سُمعة طيبة بين المرضى بتوعك هي النضافة. فالانطباع الأولاني من أول ما أنت داخل العيادة، شكلها، شكل الstaff، ترتيب الأدوات وأنت ب يعني قبل ما تقعد على الكرسي بتاع الأسنان، المساعد للطبيب، شكل الطبيب، نضافة الطبيب. الحاجات اللي هي الداخلي بقى دي اللي هي نوع الأوتوكلاف أو نوع الجهاز التعقيم أو كده، الناس طبعًا العيادات المفروض المحترمة اللي هي بتعتمد على أسلوب التعقيم اللي هو ليه category معين أو level معين ما يقلش عنه، علشان نقدر نضمن سلامة المرضى وسلامة العاملين وسلامة الطبيب. وفي الأول وفي الأساس طبيب الأسنان الناجح هو اللي بيعامل المرضى كأنه أحد أقاربه. انا دايما آه، بقول الجملة دي: أيوه والله. عامل كل مريض اكنه بالضبط، فرد من عيلتك او كأنه اسرتك، ده سر نجاح اي بالضبط، دكتور. بالضبط. حتى يعني الأدوات اللي أنا باستعملها لأي مريض هي اللي باستعملها لأولادي، باستعملها لزوجتي، باستعملها لأسرتي، لإن أنا متأكد وعلى يقين تام إن التعقيم عندنا في العيادة أو في المستوى اللائق.